سلام سلام حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم ما تشوفوا في الفيديو تاعنا اليوم جيتكم بوصفه شتويه بامتياز اللي هي اللوبيا، لكن هذه المره حنديروا لوبيا بيضاء كما راكم تشوفوا في الصوره بعصره تاع قارص، وصدقوني تجي قراف بنينه. هذه الوصفه على بالي بلي راح تعجبكم، اذا جربتوها خلوا لي تعليقاتكم في كومنتير. المقادير تاع هذه الوصفة سهلة وبسيطة، ما نطولش عليكم، نجوزوا مباشرة لطريقة التحضير. أول حاجة كنت حطيت الطنجرة فوق النار، خليت الماء هذاك حتى يسخن مليح، وراح نطيب اللوبيا ديالي، يعني نطيبها مليح طيب ماشي نص طياب، يعني تكون طايبة. ومرة على مرة نحي لها هذيك الرغوة اللي هي عبارة على لي غاز، نحيهم هكذا باش ما تجيش اللوبيا ديالنا فيها لي غاز بزاف. المقادير ديالنا نحتاجو حبة بصل، عندنا كمية عزرودية حسب الحاجة ديالكم، معدنوس، التوابل عندنا ملح، فلفل الكحل وشوية تاع الكمون. عندنا تاني اللوبيا هنا كنت طيبتها كيما راكم تشوفوا راهي طيبة مليح، والماء هذاك ما ترميوهش خليوه، راح نمرقوا به الطاجين ديالنا. قرفة عود، وعندنا لا فيونداشي ولا بولياشي كيما حبيتو. اول حاجة راح نبدا بالبولياشي ديالي، راح ندير لي بوله تاع البولياشي. كما تعرفوا اللوبيا يعني الاصل ديالها طيب باللحم البقري، لكن حنا نحبوا دائما نسهلوا الامور على الناس اللي ما تقدرش تدير الطبق ديالها باللحم. كما شفتوا درت التوابل ودرت المعدنوس وشكلت لي بولات ديالي، ونجوزو مباشره لطريقة التحضير. في طنجرة فوق النار حطيت الزيت حوالي 3 مغارف حتى ل 4 مغارف، خليتهم يسخنوا مليح، وبعد هذا حطيت البصل ديالي، راح نقليه مليح في هذيك الزيت، وراح نزيد عليه لهنا نسيت باش نقول لكم الثوم، حوالي 3 فصوص هكاك تاع الثوم. انا نحب نستعمل فيها الثوم، اذا حبيتوا تستغنوا عليه ما فيها بس. نقليهم مليح في هذيك الزيت، وبعد هذا راح نضيف عليهم أزرودية الجزر. لهنا كل واحد يدير الكمية تاع الجزر اللي راهو حابها، انا درت 3 حبات يعني صغار في الحجم ديالهم. نزيد معاهم لي زيبيس، قلنا ملح، فلفل الكحل والكمون وقرفة عود. تقدروا لهنا تستعملوا القرفة بودغ كيما حبيتوا، انا ما نحبش تطلق لي هذاك اللون الماغون في المرقه ديالي، على هذا استعملت قرفة عود خير. ولهنا تاني زدت عليهم المعدنوس، قلت المعدنوس ماشي الكزبر. نقليهم مليح، وهذاك الماء اللي كنا طيبنا فيه اللوبيا هو اللي راح نمرقوا به الطاجين ديالنا، وهذا السر اللي راح يخلي اللوبيا ديالكم تجي بنينه. مرقت شويه نخليها تتقلى، ومن بعد نكمل الكميه تاع الماء اللي قعدت لي. نخلي المرقه ديالي حتى تبدا تغلي كيما راكم تشوفوا، ونحط لي بولات ديالي تاع البولياشي اللي كنت وجدتهم، راح نخليهم يطيبوا. كيما قلت لكم اللوبيا راهي ديجا طيبه، لهنا نستنى لي بولات تاع البولياشي يطيبوا لي، نغطي عليهم ونخليهم حتى يطيبوا. بعد ما طابوا لي بولات ديالنا راح نحيهم كامل بجهه. والمرقه ديالي لهنا كنت نقصت لها شويه باسكو كانت الطاجين ديالي صغير وكانت تفيض لي، نقصت شويه كميه تاع لاصوص. دوك حنعاود نرجعها باش نحط فيها اللوبيا ديالي. فوالا لهنا نحطوا اللوبيا ديالنا، قلنا ديجا راهي طايبه يعني ماشي راح تدي معنا الوقت بزاف. نحط الكميه كامل اللي راني حابه نستعملها. راح نغطي على اللوبيا ديالي ونخليها تتشرب هذيك لاصوص، يعني احنا ما نستحقوش في الطاجين ديالنا هذا فريمون المرقه بزاف. بعد ما تشربت لي شويه حنعاود نرجع لي بولات ديالي تاع البولياشي، نحطهم هكذا من الفوق، نزيد نغطي عليه غير شويه، نخليها تكتك شويه، تزيد تشرب شويه هذيك لاصوص، وبعد هذا راح نشوفوا الطبق ديالنا.
فوالا لهنا الطبق ديالنا راه واجد. درت له لهنا كميه تاع زيت الزيتون. ديروا هذه الطريقه راح تجيكم بنينه غراف. نحب ندير له انا زيت الزيتون هكذا من الفوق، وتاني راح ندير عليه عصرة تاع قارص. تاني القارص راح يعطي الطبق ديالنا واحد البنه بزاف هايله. ننصحكم تجربوها بهذه الطريقه. وقولوا لي رايكم في التعليقات. زدت لها شويه تاع المعدنوس من الفوق كما راكم تشوفوا، والطبق ديالنا جاي شهيتكم في الجنه ان شاء الله. دايما في الاخير كما نقول لكم ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم، وتفعلوا زر الجرس تاني هكذا باش يلحقكم كامل الجديد ديالي. ما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم وجام جام جام هكذا باش تزيد تطلع نسبة المشاهدة تاع لا فيديو. في الأخير ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله وفي وصفة أخرى. كانت معاكم كالعادة كوينز كيتشن. سلام.